المكان بصراحة يخليك تنبسط نفسيا، ويعني أحوالك تصير زينة، خصوصا إنه قديم حيل المكان. وإذا حطيت بعد وياه خصوصا شو اسمه دجاجة، تعيش عيشة هنية تكفي 100. وين أدوس؟ يا سلام. يا تبي عيش الدجاج في البرود، خله بس في محل واسع كذا. وهذا في الدجاج وخايفة على ولدها يضيع ولا يطب في النهر. هذا ولدها هنا داخل. نتجه الحين حق الحظيرة، نشوف شو اللي انتجوا فيه، شو اللي سووا. الواحد هملهم هاليومين، ترى الهملان يخلي الواحد ينفس. انا ما ادري شنو اللي لا وشنو اللي عليه. هذا طيور يعني. بعد صغيرات. هذا فرنسي لاحظ، زين يقولون الدواء اللي تاكله يقوي العضلات. انا ترى من زمان احب الطيور واحب الدجاج، وبحطيه بعد حظيره كبيره، لان الحظيره ذي ما تسوي شيء. انا اقول لكم يعني اللي حاب ياخذ وياكل خذ لك الفرنسي الابيض اللي حجمه كبير وتغذى بس، ولا حد حول. يا جماعة الخير، عادل اللي يقول لي صوراني بقول كلام مهم. قلت بشوف هالكلام المهم شنو اللي بيقوله ذا. اقول يا ابو دويش، نعم. اتعب من التعبير كلامه. يعني انت وقفات سميه انا ما انساها لك. بيض الله وجهك يا عادل. يعني انا لو احتجت وضاقت بالدنيا بل الا انت. الله يحفظك بعد الله ثم انت. يعني انت ما تقصر. الله يبيض. انت عدوك تدعم ما تقصر. الله يبيض وجهك. ما عندك عداوه يا احد. الله يسلمك. لان قلبك طيب وخضر. الله يعطيك العافيه. اي تفضل تفضل. عرفت قلبك ابيض. اي وانا اشهد لك يا بعد. وانا اشهدك ابو دويش لك وقفات سميه. الله يسلمك. ومهما اكتب من الاشعار مكاتيب انقص من حقك يا ابو دويش. عنده ظروف الظاهر عنده. عفوا يا ابو دويش. بيض الله وجهك يا عادل على كلامك الطيب، واستنقص فيك. انت من انت شاعر جزر، انت جزر، شاعر جزر، يعني شاعر متمكن. تسلم. ولا اقدر بس اقول عيوني لكن حتى اقول انا بقول قصتين لك. نعم. اشهدك في سماك الطيب والجود والكرم تركب في اليمين. ولك وقفات سميه ما انت ساربك لك. الله يبيض وجهك يا اخوي عادل. كل اللي اقوله لك يا بعد عمري باخذ صوره وياك تذكاريه. هذا شوف هذا انا ويا العم عادل، وان شاء الله لو يطلب دم اعطيه عم عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساكم بالخير وبالبركة. والله يسعدكم ويشافي مرضاكم ويطول اعمار الجميع يا رب. يا الله يا رب، اللي فقد احد الله يجعله في الجنة، المسلمين المسلمات. ابو دويش، هلا حياك الله حمادي. حرق جوالي، وين في بتغدينا؟ هذا بنروح نشوف لنا بخاري ولا نشوف لنا مضغوط. بعد وين بنروح بعد؟ ايش فيك انت؟ كم مرة تدق اقول لك اصبر. انت يا حمادي انت لا تصير باذي يا حبيب الله يكرمك ويكرم السامعين. ترى وشت وطلعت. اي بس اصير باذي. اي باذي، انا باذي. ابو دويش حسن الفاظك. حمادي ابيك تقول لي عن الشخص اللي يجيك في لقافك، اللي يجي يتليقف. لا اللقافه مو بزين. لا شاف الناس تتكلم يجي يتليقف، هو يتليقف. تعرف انت مذاق اللقافه مو بزينه، وتنقل الكلام يسبب عداوات ويسبب مشاكل. والله العظيم والله اعظم من القاتل. شفت القاتل ابو دويش؟ نعم. تنقل الكلام، اجي اخذ منك كلام واودي حق كلام، انقل كلام، اتليقف، خلاص شيء ما لي خص فيه ما اتدخل فيه. يعني ادخل في الصلح بخير او اني ما اتدخل.
عيب والله عيب. لا ناس واجد كذا. ها؟ ناس واجد كذا يعني. ايه هذا شقو، هذا شقو عيب. يا عيب. انت تنظف نفسك وتلبس ذا، بس نظف قلبك، نظف لسانك، خل نيتك داخل صافية نظيفة، صح ولا لا؟ صحيح كلامك يا حماد. وفي بعض الأحيان ترى في بعضهم لما تنصحه يزعل ليش تزعل يا مدمق؟ اسمع الكلام. اللي نصحك هو اللي يحبك، هو اللي يخاف عليك، نصاحك بينك وبينه، ما شنعبك قدام المجتمع. ترى ما بخسران لو سمعت نصيحة. يمكن لا، النصيحة أعظم شيء، ما نصحك إلا يحبك. يمكن نصيحاتي تطلعك من المزق. طيب نصيحتك ليش؟ أحبك، أخاف عليك، أخاف على مصلحتك، بالعكس هذا الصديق العادل. صحيح كلامك، بس أقول لك يمكن نصيحتك تطلعك من مزق. صح، يعني ما أزق. اي تخليك تطلع من كل اللي في قلبك داخل هنا، تطلع من بعد عمري يا ابو دويش، يا بعد قلبي تقول لي ابي افضفض لك وابي اتكلم لك واشوفك انك مذق خاطئ. بسم الله عليك. اسمع يا حمادي، تخيل في واحد تخلي عنده امانه، اغراضك تخليهم عنده امانه، ويجي واحد من ربعه ذيلي الخباشره ويتصرفون في اغراضك. مثلا ديج، ياخذ واحد ديج ويطبخه، باي حق ذي، باي حق اللي بعد عمري الا الامانه. الا الامانه. عادل يا حماده. يعني تخيل واحد تخلي عنده امانه دجاج وديتشه، ياخذ منهم واحد يا اخي الامانه في رقبتك ذي اعظم شيء، لانك اسوأ خلق الله. اسوأ خلق الله. وحيد القرن ذاك رفيجه، وياخذ ديج ويطبخه، ترضى انت؟ الله يطبخ راسه. لا مو بعاد الامانه ذي. الامانه ما يعرفون الامانه. اجل تروح تاخذ ديج مو بلاك وتروح تطبخها تسوي لها ريس مع وجهك، مو بعادل يا حماده. اقول الا الامانه، سو كل شيء، واحد امنك شيء الامانه في رقبتك. ايه لا خلاص قلت لك خلاص ما امن عندهم. شوف اللي ما شوف زي الاشكال ذا، ولا تامن عنده عصفور. بامن عنده، مثل يقول لك بامن عنده، راح بس راح، ما بامن عندهم شيء خلاص. يطبخ اجل الديج على كيفه. لو اللي رجوله، تخيل رجوله شفتهم يميه، اذبحها وخلى رجوله يميه. شفت يا حماده؟ شو اللي تمر فيه انت؟ اللي امر فيني وخلاص ما علي منهم، من في طريق وانا في طريق. نروح لهم ونتفاهم معاهم. والله ما نهدهم. انت يعني انت بتتصرف؟ والله طلع حقين. والله طلع حقك حقين من صدقك. قسم بالله دمك زهمتني ونخيتني والله بشربي. تسلم والله. لا بعد عمري. تحب الكعبة. الله يعافيك. يلا قام خلينا نروح لهم نتولهم. قام اول شيء نتغدى اول شيء نتغدى. قام نروح احنا شبعانين. يلا مشي. يلا اقرب بخار، اقرب ذي. ما علي سندويش ولا هو؟ خلي السندويش. انا قلبي يقلي. يلا قام خلاص. انا يقلي من زمان عليهم. ما استعين على وجيههم اذا تحط طمانه. الحين الدجاج اللي عندي ما بيجيب بيض، ما راح يجيب بيض، ما ينتج. مجاعة. اي شيء يمك ذبحه وطبخه وكلا. استاذن. وين بدا طجران ذا حتى كراتين ورقيه قرطاس ياكله. بطانيه مره بلعها وراح طلعوها، لا سووا له تنظيف معده المدمر. نظفوا معدته يا حماده. بطانيه فراش باكله. ابشر بي والله يا ابو دويش. وانا ادري انك انت انسان، انا عارفك في المرجله، ما حد يصف من الخمر. والله اقول والله ولا شيء يمك. الله يبيض